ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة، فهذا يدعمنا كثيرا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ريال مدريد قد يكون في وقت الحديث عن الأمنيات الفالي أولى الكرات عن طريق كريم بنزيما والتسديدة، لكن فترة قصيرة هنا ليفا والتصويب. الله على كرة تسديدة خطيرة كانت في اللقطة الماضية. هنا لدينا كرة في وقت الحديث عن الرغبات وفي وقت الحديث عن الأمنيات. البارسا ضغط أيمن رافينيا والعرضية لكن سهل كيسيس، الكرة توصل عالية، بعد ذلك موسم كرة منقولة رافينيا جول جول جول. ما زالت روبرتو التصويب. الله 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 الله. هنا الضغط يظهر من البارسا منذ بداية بطولة الدوري. كرة منقولة، الكرة يحاول من أمام أراوخو، عرضي سافيني والعرضية جول جول جول. فعلها فيني حتى ولو كانت بالخطأ من جانب أراوخو. نعم، هذه الثنائية التنافسية التي تتجدد تسفر عن هدف أول لفريق ريال مدريد. أراوخو بالخطأ بعد عرضية فينيسيوس، هذا الفتى الساحر لفلا كريم بنزيما في اللقطة الماضية. كريم رافينيا ناتشو في التغطية اللازمة في الكرة التي تعود عند حارس المرمى الحارس تيبو كورتو. هذا ناتشو اللي كل هذا الكلاسيكو الذي لا يفقد أبد. فينيسيوس إلى كريم والتصويب، يحاول فينيسيوس والعرضية، لكن الله على فينيسيوس، عرضية جميلة ولكن طالت وتحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى. نعم فينيسيوس، وهنا يرسل الكرة داخل منطقة الجزاء كون. نعم الذي سيغيب عن المدريد. كرة منقولة باتجاه رافينيا في الأيسر للبارسا، عرضية خطيرة تقدم إلى الطرف الأيسر، عرضية تأتي كريم وتمهيد، لكن لدينا ناتشو والتمريرة بشكل ممتاز. عام 2003 هنا فرصة خطيرة قائمة، لكنها في الأخير تحولت إلى خارج الملعب وعادت إلى ركلة مرمى أراوخو الذي يريد فينيا، والعرضية ترسل عالية راسية جول. ضاعت، كادت من جانب كريستنسن في اللقطة الماضية. البارسا كاد أن يعود عن طريق مدافعه الدنماركي في لقطة بعد عرضية رافينيا، في كرة من جانب رافينيا أتت راسية كريستنسن لكنها إلى خراب. بالدي يحاول فيها، عرضية ترسل، سيتقدم مرة. الله، رافينيا والعرضية خطير. بالدي في الاستلام، عرضية ترسل داخل مع عرضية للبارسا، لكن في الأخير ناجح كريم ونقلة، عرضية تأتي هذه المرة. هنا لدينا أراوخو يحاول فيها، رافينيا رافينيا الله على كرة، لكن هناك تيبو رافينيا أراد أن يسجل بذكريات الكلاسيك بالركلة ركنية تنفذ في كرة خطيرة تأتي، ولكن كريستنسن هذه المرة كرة سهلة عند حارس المرمى الحارس تيبو. في عملية مرور هناك راسية روديجر، الكرة إلى نقلة والتمريرة إلى جافي، لكن ديونغ باتجاه من كرة الدوري للفريق الذي حاط ركلة حرة ترسل عالية، راسية تحضر مرة أخرى. رافينيا يحاول، رافينيا والتدخل هنا. هل هناك خطأ؟ المطالبة بوجود خطأ في اللقطة الماضية، لكن حكم اللقاء السيد ريكاردو رمية الجانبية. هنا رافينيا كرة في عرضية، لكن التغطية كانت كربخال، والعرضية خطيرة إلى كريم. عند كرة محاولة عرضية. الله، رافينيا في كرة عرضية ترسل، خط التقدم، فرصة عرضية وما زالت سيرجي روبرتو. جول جول جول. البارسا لا يموت، وهو الذي يريد أن يبقى في الحياة. وهنا لدينا سيرجي روبرتو هو من سجل، روبرتو هو من عادل، روبرتو هو من أعاد البارسا إلى نتيجة هذا اللقاء بعد ضغط ومحاولات وبعد رغبة طلق فيني وعرضية فالفيردي. الله، ضاعت. ريال مدريد كاد أن يفعلها، ريال مدريد كاد أن يتقدم من جديد. ضغط أراوخو ما زال، وصلت إلى بالدي عند كرة عرضية خارجية برشلونة، كرة منقولة عالية، روبرتو والعرضية، كرة طولية، بعد ذلك راسية، الخطوات جميلة رائعة. كورتوا يبقى مودريتش في مرور، في تقدم، تصوير عرضية لوكا كريم. مشاهدون بالإعادة
في هذه كرة منقولة عن طريق رافينيا ممتازة إلى جافي. جافي عنده كرة عرضية إلى ليفا لكن هناك كان أن يسجل بينما هنا فرول. ليفا عنده كرة، ليفا في تسديد كاد أن يفعلها ليفا وكاد أن يسجل بينما هنا فرصة ما زالت إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة ركنية. أوديغر في التغطية دفاعية، الكرة بعد ذلك كاد أن يخطي فيها تيبو لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. الكرة إلى ركلة مرمى. حاول فيني عنده كرة، فيني عنده كرة في اليمين عرضية ترسل. الكرة قبل أن يستعيدها رودريغو. الله كاد أن يفعلها رودريغو، كاد أن يفعلها رودريغو وكاد أن يسجل هدف السبق للريال. فيني عندك كارفاخال من الجهة اليوم زال. فيني عندك كرة، يا سلام، توب باتجاه رافينيا. روديغر بوسكاس عرضية، التغطية من بالدي إلى مندي والعرضية. فيني في المرور، فيني في التصويت بالتمريرات الرائعة بينما هناك كرة يحاول فيها لوكا، يرسل كرة عالية، تمرير سيرجي ممتازة، تصويت ديونغ والتمريرة ممتازة. ليفا سليمان إلى جافي من جديد، عرضية فرصة مع دخول كيسيه، تصويت كارفاخال، عرضية جول، هي جول. فهو في لحظة قد يسرق الأضواء من الجميع. رائعة، عرضية خطيرة، الله من الكامب نو يقول البارسا هذه الليغا. بناخد اللقمة زي كده، بنخلي اللحام في النص وبنبدأ نلف الفطير بتاعي زي كده، مش محتاج. وبنبدأ كده بالنشابة بتاعتي، بنبدأ نفردها بشكل طولي زي كده. وطبعا احنا بنخلي السمك بتاعها ضعيف جدا، لان ما تقلقوش هي نبدأ ننزل بالفطيرة بتاعتي في الصاج على طول. وفي الصاج بقى بنبدأ ان احنا بنسويها زي كده بايدينا، نسويهم وبعد ما نسويهم نعرفكم ازاي سويتهم. تعالوا بقى شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوة، بسم الله ما شاء الله، بجد بجد تستاهل التجربة. شوفوا بقى التسوية جميلة قد ايه، شوفوا الفطير طالع نافخ ومنفوخ بسم الله ما شاء الله. ومع العلم ان السمك بتاعه كان ضعيف جدا. مبدئيا احنا بنسوي الفطير على درجة حرارة عالية، يعني مش اقل من 220. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا. ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة فهذا يدعمنا كثيرا.